يا مساء الفل عليكم يا جماعة، معاكم بابلي جرجس من أشغال كروية. إيه الأخبار؟ هنبدأ سلسلة كأس عالم قطر 2022. هنبدأ نعرف في السلسلة دي كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم. هنبدأ نفصل الثمان مجاميع كلهم ونعرف كل مجموعة المنتخبات اللي فيها ومستوى المنتخبات دي وإيه الدنيا فيها، ويبدأ كل واحد عارف هو بيتفرج على إيه وفاهم وبيتفرج على مين ومين اللعيبة الموجودة المميزة جوه المنتخب دوت، وإيه أسلوب لعبهم وإيه طريقتهم وممكن يوصل المنتخب ده فين. بقول لك إيه، خش دلع نفسك. هنبدأ النهارده بالمجموعة الأولى اللي فيها قطر، هولندا، السنغال، والإكوادور. قطر موجودة ومشاركة في كأس العالم 2022 من ساعة ما تم اختيارها إنها تستضيف كأس العالم في 2010، وبعدها هولندا اللي انضمت لكأس العالم في نوفمبر 2021، وآخرهم كان الإكوادور والسنغال اللي انضموا في مارس 2022 السنة دي. خلينا متفقين إن المجموعة دي من المجاميع المتكافئة جدا جدا جدا، واللي تقريبا كل المنتخبات فيها قريبين من بعض ما عدا منتخب ولا حاجه هو اللي فارق عن باقي المنتخبات. لكن لا، المجموعه دي هيبقى فيها تنافسيه عاليه قوي، وهنشوف ماتشات حلوه قوي قوي قوي، لان المنتخبات اللي فيها جامده جدا ومستوياتها متقاربه من بعض، فهنشوف ماتشات قمه في الروعه. خلينا نبدا واحده واحده كده ونشوف منتخب ونبدا نفصص كل حاجه فيه. هنبدا اول حاجه بالمنتخب القطري. المنتخب القطري تقريبا مفيش اي انجازات في تاريخه غير كاس اسيا 2019، ودي اول مره المنتخب القطري يشارك فيها في كاس العالم. منتخب قطري تقريبا كل اللعيبه فيه متجنسين، مفيش لعيبه فيه دوليين اللي هم قطريين محليين اللي هو واو دي قطر بتطلع لعيبه. لا، قطر معظم اللعيبه فيها متجنسين. لعيبه موجوده في الدوري بتاعها. الدوري بتاعهم مش احسن دوري، لكن كمستوى عام هو كويس. قدروا ياخدوا بالمستويات بتاعتهم دي كاس اسيا 2019، ودي اول مشاركه ليهم في كاس العالم. ترتيب قطر على مستوى العالم حاليا 48، واعلى مستوى قدروا يوصلوا كان ال 42. المدير الفني للمنتخب القطري هو فيليكس سانشيز، ومعاهم من 2017 هو اللي حقق معاهم انجاز 2019 بحصولهم على كاس اسيا. هو طبعا اللي هيخوض معاهم تجربه كاس العالم اللي اول مره تحصل، وكمان على ارضهم. ابرز لاعب في المنتخب القطري هو حسين الهيدروس. بشكل مجمل ما اعتقدش ان المنتخب القطري ممكن يوصل لبعيد قوي في كاس العالم. خلينا واقعيين وخلينا على ارض الواقع. المنتخب القطري منتخب قدم مستويات حلوه قوي في البطوله العربيه اللي فاتت، وشفناه بمستوى حلو قوي، ولعبنا مصر لعبت المنتخب القطري خسرنا بطاقات الترجيح. بس المنتخب القطري مش المنتخب اللي يخوف، مش المنتخب اللي يخش كاس العالم ويقدر يعمل حاجه جوه. خلينا متفقين ان قطر مش توصل لبعيد في كاس العالم 2022. تاني منتخب معانا منتخب الاكوادور. منتخب الاكوادور من المنتخبات المتوسطه. ما تستناش منه كتير، بس مش اسهل منتخب، مش اسهل حد ممكن تلاقيه. اكبر انجازات الاكوادور انها صعدت كاس العالم 4 مرات، 2002 و2006 و2014، والسنه دي قطر 2022. وفي الثلاث مرات اللي شاركت فيهم كاس العالم ما كانش ليها ظهور قوي، وما كانش المنتخب المؤثر او ما كانش المنتخب البدائي قوي، الا اخر كاس عالم 2014 حاولت تقلب رزقها كده، وكان ليها دور مؤثر شويه في كاس العالم وعمل ماتشات حلوه. لكن بشكل مجمل الاكوادور ما كانتش احسن حاجه ومش احسن منتخب ممكن تتفرج عليه في كاس العالم. حاليا تصنيف الاكوادور ال 44، والمدير الفني للمنتخب الاكوادوري هو مع المنتخب الاكوادوري من 2020. القائمه اللي داخل بيها كاس العالم منتخب الاكوادور مش اقوى قائمه، بس في نفس الوقت هي مش اسوأ حاجه. في كام لعيب مميز ممكن تتفرج عليهم. هو شباب صغيره وشباب ناشئ، بس لا فيهم الرمقه وممكن تتفرج عليهم. منهم مدافع بايرن ليفركوزن بيرو انكابي، وموزيس كاسيدو لاعب نص برايتون، واللي عامل مستويات جامده قوي قوي قوي. صحيح في اشاعات انه ممكن ما يشاركش في كاس العالم، بس الله اعلم. وبشكل مجمل مفيش اسماء مميزه في منتخب الاكوادور. فبشكل مجمل برضو منتخب الاكوادور مش من المنتخبات المرشحه انها توصل لاماكن عاليه في كاس العالم لو صعدت مع المجموعات اصلا. نخش على المنتخب الثالث، المنتخب اللي مسبب لنا حزن كلنا وسيرته بتضايقنا كلنا، اللي ما نقدرش ننكر انه عامل حاله استثنائيه في قاره افريقيا، وانه من اقوى المنتخبات حاليا في قاره افريقيا وفي العالم. هو منتخب السنغال. طبعا ما ننساش ان السنغال اتصعدت كاس العالم على حساب مصر في الماتش الفاصل اللي خسرنا فيه بركلات الترجيح اللي محمد صلاح ضيع فيه ركله جزاء. لكن امانه السنغال تستحق انها تصعد كاس العالم على حساب. طبعا ما نقدرش نغفل ولا ما نديش السنغال حقها، انها بتبني مشروع من 2017، ودلوقتي قدروا يوصلوا اللي هم عايزينه، وهيوصلوا اكتر من كده بكتير كمان مع الوقت. منتخب السنغال في 2013 و2015 ما قدرش يتصعد حتى افريقيا، عشان يجي على ايد المدير الفني اليو سيسي 2017 يوصل لربع نهائي في افريقيا، وبعد كده في 2019 يوصل للنهائي مع الجزائر،
ويخسر في اخر دقيقه بالجون بتاع محرز الجامد اللي محدش فينا يقدر ينساه. وفي 21 يكسب افريقيا على حساب مصر. ودي تبقى اول مره السنغال تتوج فيها ببطوله افريقيا على مدار تاريخها، واول بطوله قاريه المنتخب ده يحصل عليها. وطبعا ده بفضل الجيل الذهبي وبفضل اليو سيسي اللي عامل حاله استثنائيه بجد في السنغال. السنغال على مدار السنين اللي فاتت دي قدرت انها تبني منظومه تحفه، منظومه جامده جدا، من محترفين لمدربين. شوف كام محترف في الدوريات الاوروبيه دلوقتي موجود من السنغال، على راسهم طبعا ساديو ماني وصار وكاليدو كوليبالي ومندي. هتيجي تصنف اللعيبه دي هتلاقيها من احسن وبالطب في العالم في مركزه. طبعا بجداره ما نقدرش ننكر ان السنغال داخله كاس العالم دوت ومعاها تشكيله التوب. محدش يقدر ينكر ده. عندك في حراسه المرمى ادوارد مندي، حارس مرمى تشيلسي، واللي اخر سنه كان من احسن حراس المرمى في العالم، وحاليا برضو ممكن مع تشيلسي السنه دي مش مقدم احسن مستويات، لكن هو في العموم حارس مرمى توب. خط الدفاع قدامه معاه كاليدو كوليبالي اللي معاه في نفس الفريق، وديالو ملاعب لايبزيج، وبوناسار اللي للاسف هيغيب في كاس العالم دوت بسبب الاصابه. خط النص عندك ادريسا جانا جاي وباباي صار لاعب نص توتنهام. نيجي بقى لاقوى خطوطهم اللي على راسها ساديو ماني، اللي طبعا كان من احسن 5 لعيبه في العالم في بالون دور السنه دي، ومعاه الاثنين اسماعيل صار لاعب واتفورد وبامبا ديانج لاعب مارسيليا الفرنسي. وطبعا احنا شفناهم في افريقيا وشفناهم في الماتش الفاصل في كاس العالم كانوا عاملين ازاي، والشوارع اللي كانت مفتوحه والمعاناه اللي كان بيعاني منها فتوح. طبعا بدون شك السنغال هيبقى منتخب فتاك، وهيبقى مثلا مشرف جدا للمنتخبات الافريقيه في افريقيا، وهيقدر يعمل حاجه مشرفه قوي. عندهم سكواد تحفه، مدير فني جامد، هيعملوا ماتشات جامده. اي فريق هيلعبوه هيبقى جامد، مش بعيد يقدروا يتصعدوا من المجموعات ويوصلوا لاماكن ابعد كمان من دور ال16. السكواد اللي معاهم مش قليل، ما نقدرش نستهون بيه، ومفيش منتخب هيلاعب السنغال ومستهون بيه زي الاول ما كانوا بيستهونوا بالمنتخبات اللي جايه من افريقيا وعارفين ان التنافسيه هناك مش عاليه. لكن دلوقتي السنغال من اقوى الفرق في افريقيا وهتقدر تنافس حلوه قوي على مراحل متقدمه في كاس العالم. اخر منتخب في المجموعه دي هو المنتخب الهولندي، والمنتخب الرابع معاه. طبعا مين ما يعرفش المنتخب الهولندي؟ المنتخب الهولندي من احسن المنتخبات على مدار السنين كلها، ومن ساعه ما عرفنا كره القدم عارفين ان المنتخب الهولندي فيه عتاوله ومعروف بكورته الشامله والمدرسه بتاعته اللي خرجت احسن لعيبه في العالم. طبعا يوهان كرويف وكذا لعيب تاني احنا ما نقدرش ننساهم. ما نقدرش ننسى ان هولندا ليها تاثير كبير قوي في الكوره في العالم كله. ومن احلى الحاجات اللي في المجموعه دي ان هيبقى في ماتش بين السنغال وهولندا، وده هيبقى من احسن الماتشات اللي ممكن تتفرج عليها بجد في المجموعه الاولى. ماتش هيبقى تحفه. حاليا المدير الفني للمنتخب الهولندي هو فان جال، ودي المره الثالثه اللي يمسك فيها المنتخب الهولندي، وعقده ممتد من 2020 ل 2022 لحد نهايه كاس العالم، هياخد معاهم كاس العالم لحد اخره. وطبعا ما نقدرش ننكر ان تشكيله المنتخب الهولندي من اقوى التشكيلات في العالم حاليا. طبعا على راسهم فان دايك لاعب ليفربول، صحيح هو متواطئ مع ليفربول الموسم دوت، لكن شفناه لما لعب مع هولندا ماتشين الوديين اللي فاتوا كان عامل ازاي وكان فتاك ازاي، وكله لامه انه بيلعب مع منتخب هولندا حلو قوي وبيجي مع ليفربول بيخيش. معاه في خط الدفاع دي ليخت مدافع بايرن ميونخ وكارتروب وتيتي. خط النص معاهم فرانك ديونج جرافنبرش وممفيس ديباي. بشكل مجمل المجموعه دي من المجموعات المميزه قوي ومن المتكافئه قوي اللي هنتفرج فيها على ماتشات حلوه قوي وهيبقى فيها نديه. قطر اكوادور ماتشين قريبين من بعض وهنشوف فيهم ماتشات حلوه وكوره حلوه. صحيح الماتش مش هيبقى فيه جوان كتير وهتبقى الدنيا في الهادي، لكن لا، قطر والاكوادور فرقتين قريبين من بعض والكوره فيهم مختلفه. اسيا وامريكا الشماليه، ولا غنى طبعا زي ما قلنا ان ماتش السنغال وهولندا الماتشات الجميله جدا. ودلوقتي وقت التوقع لمين المنتخبات اللي هتصعد لدور ال16 من المجموعه. المنتخب الاول طبعا اللي ما حدش يقدر يختلف انه هيتصعد بوش من المجموعه الاولى هو منتخب هولندا، لانه اتقل منتخب فيهم كلهم. المنتخب الثاني وبشكل طبيعي جدا هو منتخب السنغال، اللي اكيد اقوى من المنتخب الاكوادوري والمنتخب القطري، لكن عامل الارض ممكن يفرق مع قطر قوي. لكن على ما اعتقد ان منتخب الاكوادور خارج المنافسه شويتين ثلاثه مع الثلاث منتخبات دول. هولندا بالسكواد الثقيل، السنغال بالفرقه الفتاكه اللي هي عاملاها، وقطر بعامل الارض. مش مهم رايي انا، المهم رايك انت. هستنى رايك تحت في الكومنتات تقول لي متوقع مين من المجموعه الاولى يتاهل لدور ال16. متوقع هل المجموعه دي هيبقى فيها تنافسيه ولا الدنيا تبقى فيها نايمه قوي؟ وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو عشان تشوف باقي السلسله، واستنى عشان كاس العالم يبقى فيها جمدان. سلام.